السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد وجميل ومفيد. هنحل اسئلة كتير قوي على النظام الجديد، مش بغرض الحل اكتر ما هو بغرض ان انتوا لازم تفهموا ازاي نقدر نحل الاسئلة على النظام الجديد من غير ما نغلط فيها، وكمان واحنا متأكدين ان الاجابة بتاعتنا دي صح، لان احنا هنحط تعليل. يلا معانا نشوف هنحل ازاي. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. تعالوا كده نشوف أول سؤال معانا. بيقول: أخفق ملوك الدول الأوروبية في إجهاض الثورة الفرنسية عام 1779 بسبب إيه؟ أنا هختار بسبب القوة العسكرية لفرنسا. طب ليه أنا اخترت القوة العسكرية لفرنسا؟ لأني استبعدت الثلاثة التانيين. الانقسام بين ملوك أوروبا غلط، لأن بينهم تحالف. بيقول لي تحالف ملوك أوروبا ضد الثورة الفرنسية. العداء القديم بين إنجلترا وفرنسا، كمان فرنسا بقى ليها أعداء تانيين لما أعلنت الجمهورية. تعاطف الشعوب الأوروبية مع الثورة الفرنسية، أكيد لأ، لأن لو كان كده كانوا عملوا هم كمان ثورة على ملوكهم. نيجي للسؤال التاني. يبقى احنا هنا اخترنا ايه؟ اخترنا القوة العسكرية لفرنسا. طب ايه اللي خلانا اختار القوة العسكرية لفرنسا؟ ان دخلت فرنسا عدة حروب مع ملوك الدول الأوروبية وكانت الغلبة لفرنسا، عشان كده انا اخترت القوة العسكرية لفرنسا. الكلام ده هلاقيه موجود في كتاب المدرسة. أظهرت نتائج حرب الدول الأوروبية ضد الثورة الفرنسية. أظهرت نتائج إيه بقى؟ التفوق العسكري البحري لفرنسا، هزيمة إنجلترا بريا خارج أراضيها، نجاح فرنسا في الحفاظ على نظامها الملكي، انتشار مبادئ الثورة الفرنسية. أنا هختار هزيمة إنجلترا بريا خارج أراضيها، لأن أصلا إنجلترا الأسطول بتاعها أقوى بكتير من الأسطول الفرنسي. كمان فرنسا ما حافظتش على النظام الملكي لأنها أعلنت الجمهورية، يبقى ده لأ. انتشار مبادئ الثورة الفرنسية في أوروبا غلط، لأن فضلت أوروبا كلها على الملكية. يمثل الصراع الاستعماري بين الدول الأوروبية في العصر الحديث في جوهره تنافسا. أنا هختار تنافسا سياسيا واقتصاديا. طب ليه؟ سياسيا عشان هم عايزين يوسعوا مستعمراتهم ويكتسبوا أماكن جديدة تنضاف لحكمهم. واقتصاديا عشان عايزين يحصلوا على مواد خام من المستعمرات اللي هم فتحوها دي. بالرغم من قيام الثورة الفرنسية التي غيرت وجه فرنسا، إلا أن فرنسا حافظت على إيه في دولة؟ أنا برضو هختار استمرار توسعاتها الاستعمارية. طب ليه؟ لأن فرنسا ما حافظتش على مبادئها الديمقراطية بدليل إن هي جت تستعمر مصر، ولا نظامها السياسي لأنها غيرت من الملكية الجمهورية، ولا تحالفاتها الدولية لأن كل ملوك أوروبا كانوا ضدها. يبقى أنا بستبعد وبختار الصح عندي إيه؟ ظهرت سياسة التنافس الاستعماري الأوروبي في العصر الحديث على المستعمرات في الشرق. في ضوء هذه العبارة السابقة، تأثرت مصر سلبا بهذه النتيجة السياسية. بهذه السياسة نتيجة إيه بقى؟ سياسة التنافس الاستعماري أثرت على مصر سلبا بسبب إيه؟ أكيد بسبب موقعها الجغرافي. طب ليه أنا اخترت موقعها الجغرافي؟ لأن مصر ما عندهاش صناعة في الوقت ده، ولا بتتحكم في طريق تجارة البحر المتوسط، لأن طريق رأس الرجاء الصالح تم اكتشافه. ولا هي غنية قوي بالمواد الخام. هي فيها طبعا مواد خام كتير، لكن الموقع الجغرافي أهم من المواد الخام. كان إرسال الحملة الفرنسية على مصر 1798 لتحقيق أهداف إيه؟ برضو أنا هختار اقتصادية وسياسية. ليه بقى؟ اقتصادية عشان تحصل على المواد الخام، وسياسية زي ما احنا لسه بنقول عشان تضر إنجلترا اللي هي عدوتها اللدودة، وكمان عشان توسع المستعمرات بتاعتها. كان رأس الرجاء الصالح يمثل خطورة على الاقتصاد الفرنسي خاصة بعد قيام الثورة. بسبب ايه؟ كان رأس الرجاء الصالح ده خطر على اقتصاد فرنسا بسبب ايه؟ اكيد القوة البحرية للأسطول الانجليزي اللي سيطر على طريق رأس الرجاء الصالح
زي ما قال لي في كتاب المدرسة كانت انجلترا تسيطر على طريق رأس الرجاء الصالح. تمام كده، لان مش بعد المسافة ولا سيطرة هولندا انجلترا هي اللي بتسيطر على طريق رأس الرجاء الصالح، ولا كمان تهديد القراصنة لطرق التجارة الفرنسية. يبقى السبب الوحيد اللي يمثل خطورة على الاقتصاد الفرنسي القوة البحرية للأسطول الإنجليزي، لأن أصلا أنا بأكد لكم بس كتاب المدرسة معايا هو اللي احنا دايما هو المرجع الأساسي بتاعنا. كتاب المدرسة لما بص فيه هلاقي كل الكلام ده، هلاقي إن فرنسا لما بص كده هلاقي فرنسا جت هنا الحملة الفرنسية علشان خايفة من الأسطول البحري لإنجلترا. اهي بصوا ازاي، اهي تهدد انجلترا تسيطر على طريق رأس الرجاء الصالح. ادي الكلام اهو. يبقى الحملة الفرنسية جت عشان ايه؟ عشان انجلترا بتسيطر على طريق رأس الرجاء الصالح، فعايزة تمر من مصر بدل ما تروح ناحية طريق رأس الرجاء الصالح. نكمل مع بعض. استمرار اعتماد الدول الأوروبية في تجارتها مع شرق آسيا على طريق رأس الرجاء الصالح خلال الحكم العثماني بسبب ايه؟ عدائهم للدولة العثمانية المسيطرة على مصر، العلاقات الطيبة مع انجلترا، سيطرة المماليك على الأمور الداخلية، اختصار المسافة بين أوروبا والشرق. طبعا دي أكيد لأ بكل المقاييس، لأن مسافة طريق رأس الرجاء الصالح كبيرة جدا. يبقى أنا استبعدت واحدة اهي. العلاقات الطيبة مع انجلترا، كل الدول الأوروبية علاقاتها علاقة تحالف وعلاقة مصلحة، مفيش علاقات طيبة خالص. عداء الدول الأوروبية للدولة العثمانية، لا مفيش عداء بين الدول الأوروبية والدولة العثمانية لأن مفيش تكافؤ. يبقى فاضل ايه؟ سيطرة المماليك على الأمور الداخلية بمصر، لأن أصلا طريق رأس الرجاء الصالح تم اكتشافه من الأساس عشان يعطل مصالح المماليك ويضر بمصالح المماليك. تأثر الاقتصاد المصري سلبا قبل الحملة الفرنسية نتيجة ايه؟ أنا هختار نتيجة رغبة الولاة في إرضاء السلطان العثماني. الاقتصاد يعني زراعة، صناعة، تجارة، كل الحاجات دي مهملة ليه؟ لأن الولاة بيلموا الفلوس اللي بتيجي من الاقتصاد المصري ده ويبعتوها للسلطان العثماني عشان يرضوه وعشان يسيبهم شوية في حكم مصر. مش الحرب بين الدولة العثمانية ولا انعدام خبرة المماليك، لأن أصلا تم تولي المماليك علشان هم عندهم خبرة في إدارة الأقاليم، ولا الصراع بين طبقة الحكام والمحكومين لأن المحكومين كانوا مغلوبين على أمرهم في الدولة العثمانية. نخلي بالنا من الكلام ده كويس قوي. ظهرت أطماع الملتزم في مصر أثناء الحكم العثماني من خلال إيه؟ أنا هختار من خلال فرض إتاوات على الفلاحين. طب ليه ما اخترتش أي حاجة تانية؟ لأن حصوله على أرض الوصية ده كان بمحض إرادة السلطان، يعني السلطان بيديها له كده من غير ما يتعب فيها ولا يطمع فيها. رغبته في تأمين وضعه السياسي، هو ما كانش موظف، هو كان واحد بيدي فلوس للسلطان العثماني، فالسلطان العثماني يقول له اجمع الضرايب من الفلاحين بأي طريقة من الطرق. قسوة الملتزم في جمع الضرايب بس، لكن هنا هو خد بالإضافة للضرايب إتاوات، يعني خد الضرايب وخد كمان إتاوات، يبقى ده يدل على الطمع. يرجع إهمال الدولة لأمور الري وتقوية الجسور في مصر أثناء أبان، دي كلمة أبان يعني أثناء الحكم العثماني إلى إيه؟ نختار إيه في دول؟ أنا هختار قصر مدة حكم الوالي. طب ليه برضه أنا اخترت دي؟ لأن الوالي اللي مدة حكمه ما بتزيدش عن 3 سنين، من سنة ل3 سنين، هيبقى كل همه إنه يجمع فلوس يزود بيها ثروته، مش هيهتم بأمور الري ولا بتقوية الجسور. يبقى قصر مدة حكم الوالي في مصر لأنه عايز يجمع فلوس لنفسه، مش يهتم بأمور الدولة ولا بأمور الزراعة. عمل نابليون على إقرار الأمن الاجتماعي في ربوع مصر من خلال، نابليون عايز يحقق الأمن في ربوع مصر كلها من خلال إيه؟ أكيد من خلال دواوين الأقاليم. طب ليه أنا قلت دواوين الأقاليم؟
لان لو رجعت لكتاب المدرسة كده برضو بسرعة وشفت دواوين الاقاليم كانت وظيفتها ايه في مصر، هعرف انا ليه اخترت دواوين الاقاليم بالتحديد. لما نشوف الدواوين اللي انشأها نابليون، قال لي ان دواوين الاقاليم كان من مهمتها النظر في المصالح والشكاوي ومنع المشاحنات بين القرى وجباية الاموال والضرائب المقررة على الاهالي. يبقى منع المشاحنات يعني اقرار سلام اجتماعي، يبقى هيقر الامن الاجتماعي في ربوع مصر ازاي؟ من خلال دواوين الاقاليم. وبعدين كلمة ربوع مصر دي يعني في مصر كلها، ومصر كلها يعني كل الاقاليم، كل حاكم اقليم او كل ديوان اقليم ليه مهمة انه يمنع المشاحنات بين القرى. عمل نابليون على تطبيق اسس الديمقراطية في مصر من خلال اختيار اعضاء. من خلال اعضاء ايه بقى؟ اسس الديمقراطية يعني عايز من كل فئة في فئات المجتمع حاجة. هو قايل لي الديوان العام والهيئات القضائية، المجمع العلمي والديوان العام، المجمع العلمي وديوان الاقاليم، دواوين الاقاليم والهيئات القضائية. انا هشيل المجمع العلمي في الاتنين، ماشي؟ يبقى هجيب الديوان العام والهيئات القضائية. طب ليه انا اخترت الديوان العام والهيئات القضائية؟ اول حاجة لانه في الديوان العام اختار 3 من كل اقليم. الديوان العام اتكون من الاعيان والشخصيات اللي ليها نفوذ، 3 من العلماء، 3 من التجار، 3 من مشايخ القرى، رؤساء العربان. يبقى معايا كل الفئات في مصر اهو، العلماء والتجار والمشايخ القرى ورؤساء العربان. طب وايه اللي جاب لي الهيئات القضائية كمان؟ اللي جاب لي الهيئات القضائية انه ابدل الاتراك بالمصريين، خلى المصريين مكان الاتراك. يبقى هنا حقق الديمقراطية من خلال اعضاء الديوان العام والهيئات القضائية. استفاد الفرنسيون اثناء الحملة الفرنسية في مصر من انجازات المماليك في مجال ايه؟ هبص كده الاقي ان الفرنسيين اصلا ما استفادوش من المماليك غير في مجال الصناعة. طب ليه الصناعة بالتحديد؟ لان في مجال الصناعة اهو تم اصلاح دار السفن التي انشأها مراد بيك. يبقى كده في مجال الصناعة استفاد الفرنسيين من المماليك في ايه؟ في اصلاح ترسانة السفن اللي صلحها مراد بيك. يبقى احنا لازم يكون لينا تعليل يعني سبب لكل اختيار احنا بنختاره. نشوف تحالفت الظروف الجغرافية مع المصريين في مقاومة الحملة الفرنسية. ظروف جغرافية يعني أرض، تمام؟ امتى الأرض كانت سبب في مقاومة الفرنسيين؟ أكيد الكلام ده في الصعيد بسبب طول الوادي، تمام؟ يبقى هنا تحالفت يعني اتفقت الظروف الجغرافية مع مين؟ مع المصريين في مقاومة الحملة الفرنسية. امتى؟ أثناء مقاومتهم، مقاومة أهل الصعيد، لأن طول الوادي كان سبب في فشل نابليون في إخضاع أهل الصعيد. لكن نابليون سيطر على اسكندرية وسيطر على شبرخيت وسيطر على الوجه البحري. الوحيد اللي ما قدرش يسيطر عليهم الصعيد بسبب طول الوادي. يرجع السبب وراء دخول الفرنسيين الجامع الأزهر بالخيول خلال ثورة القاهرة الأولى إلى إيه؟ هنختار إيه في دول؟ هنختار أكيد شدة اشتعال الثورة، مش رغبته في إضعاف مكانة العلماء لأن هو أصلا سيطر على كل الناس في القاهرة. القوى العسكرية للحملة دي أصلا كانت موجودة. عدم إدراك نابليون لأهمية الأزهر، هو مدرك أهمية الأزهر لكن ما كانش قادر يسيطر على الثورة. يبقى شدة اشتعال الثورة. اتخذت الدولة العثمانية مواقف مضادة للحملة الفرنسية أثناء قيادة نابليون. المواقف دي تمثلت في إيه؟ الدولة العثمانية خدت مواقف ضد الحملة الفرنسية. خلي بالي أثناء قيادة نابليون لأن أنا كان 3 قوات للحملة. بقرأ السؤال كويس وبمشي معاه وأنا مذاكرة المنهج بتاعي وعارفاه، يبقى لازم هقدر أجيب الإجابة الصح. يبقى اتخذت الدولة العثمانية مواقف مضادة للحملة الفرنسية تمثلت في تحالفها مع المماليك ولا رفضها لعقد اتفاقية العريش ولا تغيير سياستها الخارجية
ولا تشجيع المصريين على قيام ثورة القاهرة الثانية؟ طبعا انا هنفي دي، لان الدولة العثمانية ما شجعتش المماليك على قيام ثورة القاهرة الثانية. وهنفي كمان تحالفها مع المماليك، لانها الدولة العثمانية عمرها ما اتحالفت مع المماليك، كانت ضد المماليك على طول. وهنفي كمان رفضها لعقد اتفاقية العريش، لان انا بقول اثناء قيادة نابليون واتفاقية العريش كانت وقت كليبر، يبقى مش باقي غير تغيير سياستها الخارجية. طب غيرت سياستها الخارجية ازاي؟ بالتحالف مع روسيا اللي كانت ضدها اصلا قبل كده، اتحالفت مع روسيا وحولت العلاقة من حرب لتحالف عشان تخرج الحملة الفرنسية. تدل مقاومة محمد كريم لقوات الحملة الفرنسية في الاسكندرية على ثقة المصريين في هزيمة الفرنسيين، ولا مساندة المماليك لأهالي اسكندرية، ولا فشل منشور نابليون في تحقيق أهدافه، ولا الثقة في قوة الدولة العثمانية؟ ما فيش حاجة غير ده، فشل منشور نابليون في تحقيق أهدافه. طب ليه الباقيين لأ؟ لأن المصريين ما كانوش واثقين إن هم هيهزموا الفرنسيين، ولا المماليك ساندوا أهالي اسكندرية، لأن المماليك أصلا ما وصلوش اسكندرية وقت الحملة. الثقة في قوة الدولة العثمانية كانت ضعيفة جدا، بدليل تعيين الملتزم يجمع الضرائب. يبقى مش باقي غير فشل منشور نابليون في تحقيق أهدافه. عبرت نتائج معركة إمبابة 1798 عن انقسام قوات المماليك، التحالف العثماني المملوكي، تحالف الشعب المصري مع المماليك، اعتماد المماليك على حرب المناوشات. أكيد مش هلاقي غير انقسام القوات المملوكية، لأن بعد معركة إمبابة هرب إبراهيم بيك والولي العثماني راحوا الشام، أما مراد بيك فراح للصعيد. يبقى انقسموا، انقسام القوات المملوكية. يبقى أنا بقرأ السؤال هقدر أجيب الإجابة الصحيحة. الكلام ده لو أنا مذاكر كويس جدا المنهج وفاهم المنهج. حققت قوات الحملة الفرنسية انتصارات متتالية حتى وصولها القاهرة، كان ذلك نتيجة ايه؟ نجاح نابليون في اجتذاب العثمانيين؟ غلط. المنشور الذي وزعه نابليون ما ينفعش، لان منشور نابليون ما اداش اي اثر عند المصريين، لان المصريين ما صدقوش المنشور ده. غياب المقاومة ضد الحملة الفرنسية، ولا النزاع السياسي والعسكري في مصر؟ كان في مقاومة في اسكندرية بس فشلت لان القوات الفرنسية كانت اقوى، لكن النزاع السياسي لأن المماليك اتفاجئوا بالحملة الفرنسية بسبب نزاعهم السياسي والعسكري على الحكم. حدث فراغ سياسي في حكم مصر بعد معركة. فراغ سياسي يعني مفيش حكام في مصر. شبرخيت، أبي قير البحرية، إمبابة. أكيد طبعا مفيش حاكم يحكم مصر بعد معركة إمبابة، لأن لسه بنقول الحكام مشيوا، واحد هرب على الصعيد واتنين هربوا على بلاد الشام. ربط الوالي العثماني مصيره بمصير المماليك بعد معركة، نفس الكلام، بعد معركة إمبابة، لأن الوالي العثماني هرب مع إبراهيم بيك إلى الصعيد، إلى الشام. يتضح من موقف إنجلترا المضاد للحملة الفرنسية منذ بدايتها. بين ايه بقى؟ يتضح يعني يظهر من موقف انجلترا المضاد للحملة الفرنسية منذ بدايتها. دعمها لثورات المصريين؟ طبعا لا، لان ما يهمهمش الدول الاوروبية دي، ما يهمهاش غير مصالحها فقط. تحالفها مع المماليك؟ انجلترا ما تحالفتش مع المماليك في بداية الحملة الفرنسية. حرصها على احتلال مصر عسكريا؟ هي ما كانتش عايزة تحتل مصر لأن ما كانتش واخدة بالها من موقع مصر الجغرافي. حماية مصالحها الاقتصادية. يتضح من موقف انجلترا المضاد للحملة الفرنسية منذ البداية حماية مصالحها الاقتصادية، لأن هي عايزة تعدي التجارة بتاعتها توديها للهند. تأثرت الحملة الفرنسية بحصار الأسطول الإنجليزي لشواطئ مصر من الناحية ايه بقى؟ الحملة الفرنسية تأثرت من الناحية الايه؟ العسكرية والسياسية، الاقتصادية والعسكرية، السياسية والمعنوية، الدينية والاقتصادية. اي حاجة عن انجلترا وفرنسا هنستبعد الدينية، يبقى خلينا في ايه؟ في الاقتصادية والعسكرية. طب ليه مش العسكرية والسياسية؟ لان السياسة مش هي دلوقتي المطلوبة،
هما ما بيفكروش في الحكم، هما بيفكروا في الاحتلال. عسكرية لان هما حطموا لهم الاسطول، تمام. واقتصادية منعوا عليهم الامدادات اللي كانت ممكن تجيلهم من فرنسا، عشان كده اقتصادية وعسكرية. العامل المشترك بين تفكير نابليون في توجيه ضربة عسكرية الى انجلترا خارج اراضيها وموقعة ابيقير البحرية هو قوة فرنسا البرية والبحرية. اكيد لا، لان هي قوية بريا بس لكن بحريا لا، انجلترا الاسطول اقوى. معاداة اوروبا للثورة الفرنسية، اوروبا كلها. طب اشمعنى انجلترا؟ هو بيكلمني على انجلترا. الكفاءة العسكرية البحرية لانجلترا هي دي، عشان هو مش قادر يواجه انجلترا بحريا، نابليون مش قادر يواجه انجلترا بحريا، ففكر ان هو يضربها اقتصاديا بقطع الطريق بين الهند ومستعمراتها، بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. فيجي فين؟ يجي على طول على مصر. وطبعا قوة انجلترا البحرية هي اللي دمرت الاسطول البحري فبقير. واضح كده؟ حدد صحة او خطأ العبارات الاتية. ترجع محاولة لويس السادس عشر في احتلال مصر الى سيطرة انجلترا على طريق رأس الرجاء الصالح. لويس السادس عشر طبعا، لان هو ده اللي قبل الحملة الفرنسية على طول، والحملة الفرنسية اللي هي المحاولة الرابعة جت بسبب سيطرة انجلترا على طريق رأس الرجاء الصالح. نيجي تشابه دور الملتزم وشيخ الطائفة في فرض الضرائب على المنتجين. طبعا صح، لان انا لو رجعت لدور شيخ الطائفة هلاقي ان شيوخ الطوائف كانوا بيتنظموا. شيخ الطائفة كان مهمته جمع الضرائب والاشراف على الانتاج، زي الملتزم ما مهمته جمع الضرائب بالظبط، يبقى متشابهين. كانت لحركة الكشوف الجغرافية الأوروبية آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي والسياسي بمصر في العصر الحديث. لحركة الكشوف الجغرافية الأوروبية في العصر الحديث طبعا صح، لأن لما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح أدوا إلى تدهور الحياة الاقتصادية في مصر. أدى إهمال التعليم في مصر تحت الحكم العثماني إلى الصدمة التي أحدثها المجمع العلمي. برضو صواب، عادي إن هم كلهم يطلعوا صواب، لأن إهمال التعليم كان مقتصر بس على الأزهر الشريف، ولما جت الحملة الفرنسية أظهرت عزلة المجتمع المصري عن العالم الخارجي. ساهمت تعديلات نابليون القضائية بمصر في، أنا هختار تحقيق المساواة في الضرائب على الأهالي، لأنه حدد قيمة المتنازع عليه ب2%، عشان كده بقى فيه مساواة في جمع الضرائب. حدثت طفرة يعني حاجة كده غير مسبوقة في تولي المصريين لبعض الوظائف في عهد الحملة الفرنسية. بعد ايه؟ هبص كده هلاقي تولي المصريين لبعض الوظائف، اتولوا الوظائف في القضاء، وتولوا القضاء بعد حملة نابليون على الشام، لان بعد عودة نابليون من الشام قام بتغيير في القضاء. عمل ايه؟ خلى المصريين يتولوا القضاء مكان الأتراك بعد الحملة الفرنسية على الشام. اصطحب نابليون العلماء في حملته على مصر لرغبته في ايه؟ نقل معارف فرنسا إلى مصر، تحويل مصر لمستعمرة فرنسية، التعرف على التاريخ المصري، النهوض بالاقتصاد. أكيد عايز يحول مصر لمستعمرة ايه؟ فرنسية. ظهر الأثر الإيجابي لسياسة محمد علي الاقتصادية على المجتمع المصري. أثر إيجابي يعني حاجة حلوة، حاجة كويسة. الأثر الإيجابي الوحيد تحول البدو من قطاع طرق ولصوص إلى قوة اجتماعية مستقرة. يبقى الأثر الإيجابي على سياسة محمد علي الاقتصادية ظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة، لأن مش اختفاء الشخصيات التجارية ده مش أثر إيجابي، ولا زيادة مكان طوائف الحرف لأن اتأخرت مكانتهم. إحلال العناصر التركية مفيش أي إيجابي على المجتمع المصري هنا. يبقى أنا بستبعد وبفكر كويس في إجابة السؤال. انعكست تبعيات النظام الاقتصادي في عهد محمد علي على إيه؟ ثبات المركب المحصولي في الوادي والدلتا، يعني محصول واحد بس. تحسين أحوال صغار التجار، ازدهار عمال الزراعة والأعيان، تأمين طرق التجارة الداخلية. أكيد تأمين طرق التجارة الداخلية، لأنه اهتمامه بالاقتصاد المصري خلاه يمهد ويأمن طرق التجارة الداخلية. تركزت أهداف التعليم في عهد محمد علي
لخدمة النواحي لازم ادور على العسكرية. اهداف التعليم كان عايز يخدم النواحي، طبعا العسكرية هي السياسية والعسكرية. التعليم عايز يعين موظفين، بس دي مش السياسة، الموظفين مش هيحكموا. يبقى الاقتصادية والايه والعسكرية، عايز يعلمهم زي ما خلى المصانع كأنها مدارس تعليمية في المصانع في عهد محمد علي. وطبعا العسكرية لأنه اهتم جدا بالتعليم العسكري. نجح محمد علي في استعادة مكانة مصر في الاقتصاد العالمي من خلال عالمي، يعني شركة الهند على طول افكر في شركة الهند الشرقية اللي حولت الطريق بتاعها من رأس الرجاء الصالح لطريق مصر تاني بعد ما كان اختفى. يبقى زيادة قوة الأسطول. طب ايه اللي جاب ده لده؟ لان زيادة قوة الأسطول المصري خلته يطهر البحر الأحمر والبحر المتوسط من القراصنة، فأصبح المكان آمن ان شركة الهند الدولية تعدي بتجارتها تاني من ناحية مصر. عشان كده رجع محمد علي مكانة مصر في الاقتصاد العالمي. استخدم محمد علي بعد تولية حكم مصر استراتيجية جديدة في النظام الإداري. من خلال ايه؟ من خلال تحقيق إصلاحات مالية وتنظيمية، التخلص من القوى المنافسة له في الحكم، التودد للأتراك بإسناد الوظائف المالية إليهم، الحد من المنازعات بين أهالي القرى والمدن. استراتيجية يعني خطة جديدة في النظام الإداري. عمل إيه بقى؟ عمل إصلاحات مالية وتنظيمية، نظم النظام الإداري بتاعه، خلى 7 مراكز والمراكز لمديريات والمديريات لقرى والقرى لأقسام. يبقى ديت الخطة الجديدة بعد ما كان 16 إقليم وقت الدولة العثمانية. حدد صحة أو خطأ العبارات. أدى ضم محمد علي للسودان إلى إدخال مظاهر الحضارة الحديثة بها؟ طبعا صح. طب صح ليه؟ لأنه لما راح ضم السودان جاب ناس وبعتهم في بعثات تعليمية. 6 من السودانيين أرسلهم في بعثات تعليمية عشان يرجعوا يدخلوا الحضارة للسودان. حرصت الدول الأوروبية في معاهدة لندن عام 1840 على استمرار خضوع السلطان العثماني لها. لو أنا جبت معاهدة لندن 1840 كده بسرعة كده هلاقي ايه؟ هلاقي ان هنا شروط معاهدة لندن كلها ضد محمد علي. ليه ضد محمد علي؟ شروط معاهدة لندن بتقول أن يعطى محمد علي وخلفائه حكم مصر وراثيا وعكا طوال حياته، يدفع محمد علي الجزية للسلطان العثماني، يلتزم محمد علي بتطبيق كافة المعاهدات التي أبرمتها السلطنة مع الدول الأوروبية. يبقى محمد علي تعد قوات محمد علي البرية والبحرية جزء من قوات السلطنة. كل المعاهدة ضد محمد علي ولصالح السلطان العثماني. يبقى مفيش خضوع السلطان العثماني أبدا للدول الأوروبية. يبقى الإجابة إيه؟ غلط. كانت كل الدول الأوروبية معاهدة لندن عايزة تقضي تماما على نفوذ محمد علي. هددت انتصارات محمد علي في حرب الشام مصالح الدول الأوروبية الاقتصادية في الدولة العثمانية. هددت انتصارات محمد علي في حرب الشام مصالح الدول الأوروبية الاقتصادية في الدولة العثمانية. مصالح الدول الأوروبية ملهاش مصالح الدول الأوروبية الاقتصادية في الدولة العثمانية، يعني في مصر. طب حرب محمد علي في الشام هتعمل ايه؟ هتقضي تماما على الدولة العثمانية. يبقى اكيد ايه؟ صح طبعا. تخلت فرنسا عن محمد علي في اعقاب معاهدة لندن 1840 حرصا على علاقتها مع السلطان العثماني. غلط. طب ليه؟ لانها حرصا على علاقتها مع الدول الاوروبية مش مع السلطان العثماني. اعاد فرماني 1841 ربط مصر بالدولة العثمانية من خلال تحديد عدد الجيش. برضو غلط. لا، من خلال دفع جزية سنوية للسلطان العثماني. أدى عجز الدولة العثمانية عن إخراج الحملة الفرنسية من مصر إلى طبعا إيه؟ مساندة إنجلترا للقوات العثمانية في معركة أبي قير.
سعت انجلترا لاخفاق مساعي الصلح بين محمد علي والسلطان العثماني اثناء حروب الشام من اجل طبعا حفظ توازن القوى الدولية بالنسبة لهم. فشلت الزعامة الشعبية في فرض ارادتها على محمد علي بسبب ايه؟ اكيد بسبب ذكاء محمد علي السياسي، لانه استغل الشقاق ما بين العلماء والنزاع على مكانة عمر مكرم، ونفى عمر مكرم وعزل الشيخ عبد الله الشرقاوي. تتمثل الآثار الإيجابية لإصدار الحكومة المصرية لقانون المقابلة في آثار إيجابية، يعني حاجة حلوة. قانون مقابلة 6 أمثال الضريبة، يدفع 6 أمثال الضريبة الفلاح، يدفع 6 أمثال الضريبة للدولة، وبعدين يعفى من نصف الضريبة بقية حياته، وكمان يبقى ليه الحق في تملك الأراضي الزراعية. يبقى ايه بقى؟ تخلص من مأزق الديون؟ لا. اعفاء الفلاحين من دفع الضرائب؟ لا، لان هما بيدفعوا بس بيدفعوا نص الضرائب. تحول ملكية الارض الى حق الانتفاع؟ لا برضو. زيادة حقوق الملكية الفردية، لانه كانوا بدأوا الفلاحين يتملكوا الاراضي الزراعية. اثبت موقف فرنسا النهائي في معاهدة لندن، احنا لسه قايلين اثبت موقف فرنسا النهائي من معاهدة لندن 1840 طبعا العداء بحثها عن مصالحها الذاتية، لان هي تخلت عن محمد علي، فما ينفعش نقول مساندة محمد علي. عداء بينها وبين انجلترا، هي انضمت لصف انجلترا، ما فيش عداء اهو. حماية مصالح الدولة العثمانية، ما يهمش الدولة فرنسا، الدولة العثمانية لا تهمها في شيء، يبقى بحثا عن مصالحها الذاتية. أرسلت بريطانيا حملة فريزر إلى مصر عام 1807 مستغلة إيه؟ أكيد وجود حلفاء لها داخل مصر، وجود محمد الألفي الحليف بتاعها اللي كان بيساندها ويبعت لها أخبار مصر أول بأول. مش انقلاب محمد علي ضد الزعامة الشعبية، لأن محمد علي ما نفاش عمر مكرم غير 1809، ولا تدهور علاقة محمد علي بالسلطان، لأن كان السلطان العثماني في البداية على علاقة جيدة بمحمد علي. ضعف قوة السلطان العثماني هو أصلا كده ضعيف. ظهرت بوادر الرابطة العربية أيام الحملة الفرنسية أثناء بداية الرابطة العربية، يعني ربط شبه الجزيرة العربية بمصر والشام. امتى؟ في معركة شبرا خيط ومبابة، ما فيهاش أي رابطة عربية دي، لأن نتائجها كلها كانت ضد المماليك. ثورة القاهرة الأولى دي من جوه القاهرة. حملة نابليون على الشام، لا ملناش دعوة، ده الأسطول البريطاني هو اللي كان بيساند أهل عكا، ما فيهاش رابطة عربية. يبقى باقي مقاومة أهل الصعيد. طب إيه دليلك يا مس في مقاومة أهل الصعيد إن هي رابطة عربية؟ لأن أثناء مقاومة أهل الصعيد للحملة الفرنسية أرسلت شبه الجزيرة العربية قوة لمساندة أهالي الصعيد. تعالوا بسرعة نرجع للكتاب بتاعنا اللي هو المرجع اللي أنا برجع ليه في كل حاجة. هنبص كده نلاقي أثناء مهاجمة الفرنسيين لأهالي الصعيد حصل إيه؟ حصل إن أرسلت شبه الجزيرة العربية قوة أهي. اللي حصل بقى إرسال انضمام قوة من الجزيرة العربية إلى أهالي الصعيد طبعا من ناحية البحر الأحمر. يبقى هنا في رابطة عربية ولا ما فيش؟ فين؟ في مقاومة أهالي الصعيد. كل كلمة في الكتاب ده أفهمها كويس قوي، هيبقى الامتحان بالنسبة لي سهل. على فكرة نظامكم حلو مش وحش، بس محتاج شوية فهم. كان هدف السلطان العثماني من إصدار فرماني 1841. ايه هدف السلطان العثماني؟ فرمان 1840 بيقول ايه؟ برجع للفرمان. على فكرة كل سؤال لو انا رجعت للكتاب هيثبت في دماغي كل الكلام ده. فرمان 1840 بيقول خضوع يتلقى، اهم الفرمانين اهم. ربط مصر بعدة قيود. يتلقى حكام مصر من أبناء محمد علي فرمان الولاية من السلطان.
التزام مصر بتقييد كافة الاتفاقيات التي يبرمها السلطان، أن تضرب النقود في مصر باسم السلطان العثماني وتجبى الضرائب باسمه، وترسل مصر له ربع إيرادات الحكومة المصرية. لا يزيد عدد الجيش في وقت السلم على 18,000 جندي. الفرمانين دول بتوع 1841 أخروا استقلال مصر. يبقى كده السلطان العثماني عمل ايه؟ أكد عودة مصر للسيادة العثمانية. يبقى الهدف من إصدار فرمان 1841 التأكيد على عودة مصر للسيادة العثمانية، لأن الفرمان كله كان ضد محمد علي، وكان بيأكد أن السلطان العثماني هو اللي متصرف في مصر. الحكام يعينهم السلطان العثماني، كل الاتفاقيات اللي بينفذها السلطان العثماني مع الدول الأوروبية مصر ملتزمة بتنفيذها. النقود تضرب باسم السلطان العثماني، والضرائب كمان تجمع باسمه، وربع إيرادات الحكومة ترسل للسلطان العثماني. يبقى مصر كلها خاضعة للسلطان العثماني. حدد صحة أو خطأ العبارات الآتية: إنشاء محمد علي للمصانع الكبرى للدولة أدى إلى تدهور الصناعات الصغيرة وضياع مكانة شيوخها. أكيد غلط. طب ليه غلط؟ لأني لو رجعت لكتاب المدرسة بتاعي ورحت للصناعة ورحت للأحوال الاجتماعية، هلاقي إن من ضمن الأحوال الاجتماعية ظهور طبقة عمال الصناعة في المصانع الكبرى للدولة، مع استمرار طوائف الحرف للصناعات الصغيرة كوسائط للحكومة. إذن الصناعات الصغيرة لسه موجودة، يبقى لم تتدهور ولا أي حاجة، مكانة الشيوخ فضلت موجودة زي ما هي. نجح محمد علي في توفير المادة الخام اللازمة لصناعة المنسوجات الناعمة. صواب، لأنه كان يهتم بصناعة القطن جدا، فطبعا المنسوجات الناعمة وكمان الحرير اللي هو غرس أشجار الزيتون عشان يعمل إيه؟ عشان يربي دودة القز. غرس أشجار التوت لتربية دودة القز لينتج الحرير. اهتم محمد علي بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات من خلال إصدار القانون الأساسي. برضو صواب، لأن القانون الأساسي السلطات. نشوف: كان من المتوقع إذا نجحت حركة علي بك الكبير ألا ترسل فرنسا حملتها إلى مصر أن تستقر الأحوال السياسية، تقويض الإمبراطورية البريطانية في الشرق، استعادة مكانة مصر في التجارية. لو أنا بصيت للأربع إجابات مش هلاقي أقرب غير تستقر أحوال مصر السياسية. ليه؟ لأن ما بين حركة علي بك الكبير وما بين إرسال فرنسا لحملتها أكتر من 10 سنوات. تمام؟ لأن دي كانت 67، ده أكتر تقريبا كمان من 30 سنة. تستقر أحوال مصر السياسية لأن ما كانش هيبقى فيه تنازع على الحكم، ولا كان هيبقى فيه 2 حكام يحكموا مصر. برزت خلي بالي من أولى نتائج الحملة الفرنسية في بلورة الروح الوطنية لدى المصريين. أول نتيجة للحملة الفرنسية أثناء ثورة الشعب المصري ضد المماليك 1804. بعد كده يجي مقاومتهم لخورشيد، ويجي اجتماعهم في دار المحكمة، ويجي تشجيع محمد علي على رفض ولاية جدة. كان موقف روسيا الفعلي من توسعات محمد علي في الشام والأناضول قبل تسوية لندن في صالح. موقف روسيا الفعلي من توسعات محمد علي في الشام والأناضول قبل تسوية لندن في صالح مين؟ أكيد السلطان العثماني، بسبب عقد معاهدة 1838 ما بين السلطان العثماني وروسيا لمواجهة محمد علي. النص المقابل يؤكد حرص نابليون على اكتذاب الدولة العثمانية، لان كل ده بيضحك على الدولة العثمانية ويقول لها ان انا جاي احمي الرعاية الفرنسيين، وكمان انا جاي اعمل ايه؟ اقضي على المماليك اللي واخدين الارض من الدولة العثمانية. حدد صحة او خطأ العبارة: كشفت الحملة الفرنسية عن تاريخ مصر القديم وعن واقعها المعاصر. صواب. تاريخ مصر القديم عن طريق اكتشاف حجر رشيد، وواقعها المعاصر عن طريق تأليف كتاب وصف مصر.
فوجئ المماليك بقدوم الحملة الفرنسية إلى مصر بسبب عزلتهم عن الأحداث الدولية. طبعا صح، لأن هم اتفاجئوا إن الفرنسيين موجودين، ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن اللي بيجرى في العالم ولا التنافس الاستعماري اللي بين إنجلترا وفرنسا. اتفقت الحملة الفرنسية في بعض أهدافها مع سياسة محمد علي. صواب. ليه بقى اتفقت الحملة الفرنسية؟ لأن الحملة الفرنسية كانت عايزة تستغل كل موارد مصر الاقتصادية، نفس بالظبط سياسة محمد علي. أشعل خروج الحملة الفرنسية من مصر 1801 الصراع على السلطة بين عناصر الحكم القديم. خطأ. طب ليه خطأ؟ لأن ظهرت عنصر جديد اللي هو إنجلترا. المماليك والعثمانيين عناصر حكم قديم، لكن ظهر لي عنصر جديد اللي هو إنجلترا. تدل العلاقة بين الإنجليز والمماليك قبيل حملة فريزر على قوة المماليك العسكرية. طبعا خطأ. قبل حملة فريزر ما كانش فيه أصلا قوة عسكرية للمماليك، كان محمد علي بيحاربهم ودايما بيهزمهم. يدل تكرار المواجهات العسكرية بين الفرنسيين والمماليك طوال مدة الحملة على القوى العسكرية للمماليك، خبرة المماليك بجغرافية مصر، مساندة الشعب المصري للمماليك، التفاق العسكري للقوات الفرنسية. هبص الاقي الوحيدة خبرة المماليك بجغرافية مصر، لان هم كانوا بيهاجموا المماليك بيهاجموا الفرنسيين من كل اتجاه. كانت اكثر الدول معارضة لنظام الاحتكار الاقتصادي الذي طبقه محمد علي في مصر. نظام اكثر الدول معارضة انجلترا، لان كان بيتعارض مع سياستها الاقتصادية وبيمنع المنتجات الانجليزية ان هي تدخل وتتباع داخل مصر. نقض محمد علي المبادئ الدستورية المفروضة عليه من خلال، اول ما اقول نقض دي يعني هو تخلى عن الزعامة الشعبية، يبقى دور على طول على الزعامة الشعبية. تعيين محمد السادات نقيبا للأشراف، لأنه خلع مين؟ خلع السيد عمر مكرم، وطبعا عين الشيخ محمد السادات. تدل معركة أبي قير البحرية 1798 بين الأسطولين الفرنسي والإنجليزي على، هتدل على إيه؟ دعم إنجلترا لثورات المصريين؟ أكيد لأ. تحالف بين الإنجليز والمماليك؟ برضو الإنجليز ما تحالفوش مع المماليك غير بعد خروج الفرنسيين من مصر. اهتمام انجلترا باحتلال مصر؟ متابعة الانجليز لحملة نابليون؟ طبعا متابعة الانجليز لحملة ايه؟ نابليون. شافت الاسطول، واول ما لقت الاسطول جه على اسكندرية وحطمته تماما. انا حليت معاكم شوية كويسين. الغرض من الحل دوت كله انكم تقدروا ازاي تختاروا وتحلوا ونفهم الاجابة الصحيحة بنجيبها ازاي وبنحصل عليها ازاي. اذا عجبكم الحل وعايزين اسئلة كمان من النمط ده، علقوا واكتبوا في التعليقات على الفيديو عشان يوصلني رأيكم. واذا عجبكم كمان اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس وحطوا تعليق لكل حاجة وكل سؤال عايزين تسألوه. بالتوفيق إن شاء الله.